السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم معطر بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير أخواتي الكريمات، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كامل بصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم عندي في قناتي يوميات مينا في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم وصفة ليمونة بزاف هايلة، تجي ناجحة 100%. وثاني راح نخدموا واحد الكريمة اقتصادية، وثاني شغل تجيكم خفيفة ماشي هذيك اللي تقهم. نروح مباشرة نبداو في الوصفة. بالنسبة لي العجينة تاعنا نحتاج فيها نصف كأس تاع حليب يكون دافئ، ومن بعد نكملو عليه بنصف تاع الماء الدافئ، ومن بعد نضيفوا عليه ملعقة تاع خميرة فورية، خميرة الخبز، مع 3 ملاعق تاع السكر. بالنسبة للسكر البنات كيما حبيتوا تقدروا تزيدوا، بصح هكذا جات حلوة على باسكو مام الكريمة هذيك ثاني تجي حلوة. ومن بعد نديروا لها لافاني ولا لو زيست هكذا مبشور تاع الليمون ولا تاع تشينا. انا حبيت ندير له هذه النكهه تاع تشينا، جات بزاف بنينه، وثاني الريحه تاعها ما شاء الله. ومن بعد قلت لكم دوكا ندير لها هذا لو زيست تاع السيترون. ومن بعد راح نكملوا نضيفوا المكونات الاخرى. قلت لكم البنات هذه الوصفة وصفة بزاف هايلة، رايحين تعتمدوها ان شاء الله في رمضان. خير ما تشريو هذاك شغل الخبز اللي يتباع برا البريوش ولا هذا، شغل تخدموه في الدار. تجيكم كمية كبيرة، وثاني المذاق ماشي كيما حاجة اللي تخدموها بيديكم. ان شاء الله يا ربي نصوموه بالصحة والهنا. هذا ما كان. ومن بعد ضفت له نصف ميم با ربع كأس تاع الزيت. ومن بعد راح نضيفوا الفرينه البنات دات لي 3 كيسان، 2 كيسان معمرين. ومن بعد هذاك الكاس الثالث ماشي معمر بزاف، غير ربع هكذاك تاع الفرينه. نضيفوا لها ملعقه تاع خميره الحلوى راليفر شيميك، وشويه تاع الملح قرصه تاع الملح هكذا ما تجيكمش لاباط تاعكم ولا ما تجيكمش العجينه تاعكم مسوسه. فوالا. ومن بعد نخلطوا العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على واحد العجينه تكون متلاصقه. قلت لكم نجمعوا هذه العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. البنات عفوا انا هنا في لا فيديو نسيت ما قلت لكمش على حبه تاع البيض، ما تنساوهاش ديروا لها حبه تاع البيض، انا نسيت ما قلت لكمش عليها. فوالا. ومن بعد ما تحصلنا على عجينه طريه نخليوها تخمر. ومن بعد نروحوا نفوتوا نديروا الكريمه تاعنا. هي راح نديروا كريم باتيسير بصح بلا ما فيهاش البيض. على بالكم البيض راهو غالي بزاف بزاف، الور نسيو كيفاش نديروا وصفات تكون اقتصاديه شويه بلا بيض. الكريمه تاعنا نحتاج فيها 500 مليلتر تاع الحليب، اي نص ريتله. نحتاج فيها حوالي 2 ملاعق كبار معمرين مليح تاع لا مايزينا. ونحتاج 3 ملاعق تاع السكر، شويه تاع لافاني، ونحركوهم بارد في بارد. ومن بعد نديروهم على النار تكون هادئه حتى نحسوا الكريمه تاعنا ولات ثقيله، شغل بدات دير هكذاك فقاعات. خلاص الكريمه تاعنا راهي واجده نحيوها. قلت لكم البنات هذه الكريمه تجي المذاق تاعها بزاف هايل. رايحين تقدروا ما تحشوا بها البريوش ولا تحشوا بها شغل لامونه هذه ولا البريوش. من بعد ما نحيتها على النار ندير لها هكذا قيس نصف ملعقه تاع خمير عفوا تاع لا مارغرين ولا الزبده. نخلطها جيدا. انا هنايا درت لها شويه تاع لو زيست تاع القارص، عطى لها واحد البنه. واش نقول لكم، نحركوها جيدا حتى تذوب هذيك لا مارغرين. ومن بعد بعد ما يتنحلها هذيك الحراره شغل تبرد شويه نديروها في الثلاجه. هاي ليك لامونه تاعنا دوكا راهي تخمرت للمره الاولى، نديجازيها ولا نحيلها التخمر هذاك، نعاود نغطيها تخمر للمره الثانيه. هذه المراحل البنات رايحين الليمونه تاعكم تجيكم خفيفه الداخل، ما تجيكمش شغل متكتله كاع.
ولا ما على باليش ايه نورمالمون هكذا، شغل تجيكم خفيفه. فوالا. هنا بعد ما ميمي بعد ما تخمرت للمره الثانيه، دوكا رايحين نقسمها الى زوج خبزات. هذه الكميه تاع قلت لكم هذه الكميه تاع ميم با ثلث كيسان تاع فرينه، يخرج لكم زوج خبزات يكونوا كبار، ما شاء الله حجم كبير. فهمتوا كيفاه؟ ومن بعد هنا دوكا راح نشكلهم هكذا خبزات، راح نفتحهم بالشكل اللي حبيتوه، ولا الى حبيتوهم يكونوا طالعين، الى حبيتوهم يكونوا هكذا شغل رقاق. فوالا انا درتهم هكذا موايان. ما تنسوش باللي فيهم الخميره وفيهم لا لوفير شيميك. فهمتوا؟ الور سيبوا كيف ترقوهم شويه، باسكو رايحين يتنفخوا لكم، رايحين يطلعوا. هذه قلت لكم الخبزه الاولى. كي بعد ما فتحتها نغطيها تزيد تخمر مره اخرى، نروح نزيد ندير الخبزه الثانيه نفس الشيء. قلت لكم نفتحوهم نخليهم يخمروا مره اخرى. ومن بعد البنات هنا بعد ما فتحتهم خليتهم قلت لكم يخمروا. هنا جبت صفار بيضة، زدت لها 2 ملاعق تاع الحليب، ومن بعد وزدت لها شويه تاع نسكافيه. خليتهم تخمروا مره اخرى، ومن بعد درتهم طابوا، وهذا الشكل تاعهم بعد ما طابوا خرجوا روعه روعه روعه. والله غير البنات تجربوهم ما راحش تندموا. وصفات قلت لكم سهله بزاف بزاف، بصح ناجحين 100%. هنا رايحين نفتحهم. انا لازم نورمالمون نخليهم يبردوا، بصح انا كي راني نصور شغل درتهم هكذا رابيد. هذه الخبزه الثانيه نفس الشيء نفتحهم. سيو البنات كيفاش تجيبوا هذا الموس تاع الخبز، هذاك اللي شغل تاع المنشار، هذا راح يساعدكم في العمليه. نفتح الخبزه تاعي نخليهم يبردوا، ومن بعد نحشيهم بالكريمه. بالنسبه للكريمه شوفوا البنات، هذه هي الكريم باتيسير اللي خدمناها. قلت لكم جات بزاف هايله، سورتو كي بردت ولا القوام تاعها متماسك. دوكا راح نحشي بيها اللامونه تاعي، نعمرها بيان. الكميه كبيره راح تكفيكم، يتعمروا مليح هذوك 2 خبزات بلا كريم. قلت لكم نسيو كيفاه نعمروهم جيدا، ومن بعد نزيد نخليوهم يبردوا مره اخرى. ومن بعد البنات بعد ما حشيناهم باللاكريم هذه رايحين نجيبوا بانسو. البنات بعد ما حشيناهم باللاكريم هذه رايحين نجيبوا ونرش عليهم شويه تاع ندهنهم شويه تاع سكر غلاس. نتوما تقدروا ديروا نرش عليهم شويه تاع ولا انا كان غير حاجه متوفره في الدار اللي خدمتها. فوالا هنا راح نرشها غير حاجه المتوفره في الدار اللي خدمتها. فوالا هنا راح نرشها قلت لكم نرشوا والشكل تاعهم ثاني شباب يجيب نفس الشيء. قلت لكم البنات اللي بالنسبه لي الخبز والشكل تاعهم ثاني شباب لامونه نفس الشيء. قلت لكم البنات فوالا البنات الشكل النهائي تاع لامونه الثانيه ما شاء الله. فوالا البنات الشكل النهائي تاع لامونه تاعنا كميه كبيره. شوفوا انا هذول القطع ولا لي مورسو اللي قلت لكم كميه كبار كميه كبيره. تعاود انا هذول القطع ولا لي مورسو اللي على 4 انتم تقدروا كبار انتم تقدروا على 8 تجيكم ما شاء الله. انا قطعتهم على 4 انتم خفيفه. الخبزه كريم على 8 ما تجيكم ما شاء الله حلوه طالعه. جربوها ان شاء الله. لا كريم هذه من الوصفات ما تقدروها تعتمدوها في رمضان ان شاء الله. جربوها ان شاء الله. الى هنا وصلنا الى نهايه لا فيديو، تهلاو في روحكم في رمضان ان شاء الله. ما تنسونيش الى هنا وصلنا الى نهايه لا فيديو. ثاني جام واللي مازال مشتركوش في القناه ما تنسونيش اللايك الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. اللي مازال مشتركوش في القناه نقول لكم اشتركوا الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.